وتأكيد الجدارة بصدارة هذه المجموعة بفوزين على نيجيريا والموزمبيق وبضمان صدارة المجموعة مهما حصل ب6 نقاط. سنحت الظروف لشحاتة بإتاحة الفرصة أمام الوجوه التي لم يتم اختبارها بشكل فعلي حتى الآن، فالفرصة كانت بمثابة إظهار والاختبار على أرض الميدان التي جاءت نتائجه سريعة من المحمدي بهدف ولا أذكى ومن مسافة 42 مترا. المحمدي سجل، لمحوا بمهارة عالية جدا المحمدي. اللقاء لم يكن لقاء تحصيل حاصل بالنسبة لبنين التي لو فازت وخسرت نيجيريا قد يكون المركز الثاني من نصيبها، فحاولت ما استطاعت لكنها تلقت صدمة ثانية قسمت ظهرها بالهدف الثاني من المتعب. وهدف حكم اللقاء. السناجب البنينية لم تكن صغيرة كاسمها بل كبيرة بعدم استسلامها ومحاولاتها للعودة بالنتيجة أو حتى على الأقل تقديم الأداء المشرف والخروج من الأول بأقل الأضرار، فيما أظهرت الأسماء التي دخل بها شحاتة اللقاء قوة وتركيزا وأداء يحسدون عليه ويعدون بجيل قادم ويحسب له الحساب ولشحاتة الذي كان معلما باختياره. الأول رحل وحل الثاني بعزم بنيني على تقديم الصورة المشرفة ومن المصري بمحاولة لتعميق الفارق الذي هرب من بين أقدام المتعب. هذه أمامنا كورة عماد متعب، فرصة عماد ولكن عماد يضيع الفرصة. ومع ضغط السناجب وإصرارهم على تقليص الفارق فهددوا مرمى الحضري أكثر من مرة ولإسكات أي صوت. زج المعلم بزيدان على أن الأمور بخير وأيضا لتنشيط الهجوم الذي أغزر مرمى البنيني بسلسلة من التسديدات والاختراقات التي لم ينجح أحد بها لينهي المصري الجولة الأولى بعلامة كاملة وب10/10 بأداء جماعي وبتوليفة من جميع اللاعبين الذين برزوا وأثبت معهم شحاتة أنه سيبقى المعلم بكل شيء وأن القادم سيكون مختلفا. أحمد الآغا، صدى الملاعب.